في 22 أغسطس 2017 اتعرض الراجل ده لمحاولة اغتيال في البوسنة من 2 مقنعين، ولكنه أصيب في رجله بس، والشرطة حققت في الموضوع، ولكن الإعلام وصف التحقيق ده إنه كان بطيء وشكلي وعليه كتير من علامات الاستفهام، وده لأن الراجل المستهدف كان بيتم محاكمته قبلها بشهرين بس، بالتحديد في 13 يونيو 2017. وقتها دخل لوكا مودريتش معاه قاعة المحكمة في كرواتيا كشاهد في واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ الكرة الكرواتية، والراجل ده هو سترافكو ماميتش، الرئيس التنفيذي السابق لدينامو زاغرب، والراجل اللي أطار المسيرة المبكرة لنجوم كرواتيا كلهم تقريبا. وبعد المحاكمة مودريتش اتهم بقضية شهادة زور وتحول لأكتر لاعب مكروه في كرواتيا، وده لأنه تراجع عن تصريحاته القديمة اللي كانت ضد ماميتش وشاهد معاه في المحكمة. وعشان تعرف ايه بيربط مودريتش بالظبط بالراجل ده محتاج احكي لك القصه من الاول. بالمناسبه عن الفتره دي اتفرغت شويه من الشغل عشان اقدر انزل بانتظام اكتر على اليوتيوب، بس طبعا الموضوع صعب وهي قناه صغيره كده، وتقريبا اكتر من 98% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين، فلايك وسبسكرايب عشان نقدر ننزل اكتر على اليوتيوب وتشجعنا. في مدينه زادار على الساحل الكرواتي اتولد لوكا مودريتش في منطقه موبوءه مليانه صراعات وحروب ومشاكل كتير تاريخيه. عشان نفهم قصة مودريتش كويس محتاجين الأول نتكلم في التاريخ، وتقريبا دي بقت الحاجة الثابتة في كل فيديو في القناة هنا. المهم القصة بتبدأ في البلقان، في منطقة في جنوب شرق أوروبا، وهي مش دولة ولكنها شبه جزيرة بتضم دول كتير زي صربيا وكرواتيا وألبانيا ودول تانية كتير. البلقان دي بقى بتتكون من مجموعات عرقية مختلفة، واللي يهمنا منهم النهاردة هم السلاف. والسلاف دول مجموعة عرقية متقسمة ل3 مجموعات، في السلاف الجنوبيين دول المهمين النهاردة بالنسبة لنا زي صربيا وكرواتيا، وفي السلاف الشرقيين زي روسيا وأوكرانيا، وفي السلاف الغربيين زي بولندا والتشيك. أهم حاجة نكون فاهمين إن مش كل الناس اللي في البلقان سلاف، ولكن السلاف الجنوبيين موجودين في البلقان عشان في مجموعات عرقية تانية كتير. المهم في القرن ال14 الدولة البيزنطية كانت وصلت لمرحلة جديدة من الضعف، وده خلى العثمانيين يبدأوا في التوسع بتاعهم في مناطق نفوذها. وفي 1389 حصلت معركة كوسوفو بين العثمانيين والصرب، انتصر فيها العثمانيين وقدروا يسيطروا على أغلب دول البلقان في الجنوب الشرقي زي صربيا وبوسنا ومقدونيا وألبانيا والجبل الأسود، وانتشر الإسلام في دول كتير منهم خصوصا في البوسنة وألبانيا. والعثمانيين كانوا بيحاربوا في الجنوب، ولكن في الشمال الغربي كان في عائلة آل هابسبرج النمساوية، ودي قدرت تسيطر على المناطق اللي عندها دي في الشمال زي كرواتيا مثلا، واللي بقت تابعة ليهم من القرن ال16. يعني منطقة البلقان بقت متقسمة بين امبراطوريتين، العثمانية المسلمة والهنغارية النمساوية الكاثوليكية، والوضع فضل مستمر كده لحد القرن ال19، لحد ما بدأت الدولة العثمانية تضعف شوية فظهرت حركات مقاومة. وفي 1804 قدرت صربيا تستقل جزئيا عن الدولة العثمانية. في سنة 1878 بقى صربيا بقت مستقلة كليا عن الدولة العثمانية، ولكن في نفس الفترة دي كانت لسه كرواتيا تحت سيطرة الامبراطورية النمساوية الهنغارية. والصرب ما كانش عاجبهم من الوضع ده، وكانوا شايفين ان كل الاسلاف الجنوبيين المفروض يتوحدوا بالرغم من الاختلافات الكبيرة جدا ما بينهم، وده طبعا بسبب فترات الاحتلال الطويلة اللي فرقت ما بينهم. طبعا الدول اللي كانت صربيا عايزة تحاربها هي دول اقوى منها بكتير في الفترة دي، ما كانش منطقي ان هم يدخلوا. قرروا ان هم يعملوا منظمة تعمل اغتيالات في كل الدول اللي هم عايزين يحاربوها، والمنظمة دي اسمها البلاك هاند او اليد السوداء. والمنظمة دي كانت بتتكون من ناس سلافيين بس، وكان هدفهم زي ما قلت ان هم يعملوا مجموعة اغتيالات سياسية بهدف اضعاف الدول المجاورة ليهم اللي هم عايزين يحاربوها. الراجل ده اللي هو جافريلو برينسيب كان احد اعضاء منظمة البلاك هاند، شاب بوسني من اصل صربي عنده 19 سنة، خليك فاكره كويس. المهم احنا دلوقتي في 1914، ولي العهد بتاع عائلة آل هابسبرج النمساوية اللي اسمه فرانز فرديناند. فرانز كان في رحلة لزيارة البوسنة مع مراته، ولكن البلاك هاند كانت عارفة الموضوع ده فكلفت 6 اشخاص باغتياله. هو بصراحة ما صعبش الموضوع عليهم لانه في الزيارة دي كان راكب عربية مفتوحة والناس كلها كانت عارفة خط سيره، وهو قرر ان هو يعمل ده لان هو كان عايز يسلم على الناس في الطريق لبيلجراد. وفي اثناء ما هو في وسط الناس في الطريق للبلدية واحد من البلاك هاند شافه ورمى عليه قنبلة، ولكن لحسن حظه القنبلة دي خبطت في العربية وردت على الناس وانفجرت فيه، ونجا الارشدوق فرانز وقدر يوصل للبلدية بسلام. ولكن لان هو واضح ان هو انسان مش اذكى حاجة بصراحة، قرر ان هو يروح المستشفى يطمن على المصابين وقتها. وفي طريق المستشفى السواق بتاعه دخل دخلات غلط كذا مرة. وفاكرين جافريلو برينسيب اللي كنا قلنا عليه من شوية، قلت لك افتكروا اللي هو الشاب البوسني ده بقى كان بيتغدى في وسط المدينة، وفجأة لقيه قدامه طلع مسدسه قتله هو. والحدث ده النمسا عرفت بعدها ان صربيا هي اللي وراه، فقررت تبعت لألمانيا حليفتها بعض الشروط اللي المفروض ان هي تفرضها على صربيا، وبالطريقة دي كانت المفروض صربيا هتكون خاضعة للنمسا. وزي ما قلنا الصرب كانوا من العرق السلافي، واللي منه مين بقى برضو كمان روسيا. والبلقان بالاضافه لان هي عباره عن شعب سلافي زي الروس بالظبط، فهي كمان على مضيق الدردنيل، الطريق الوحيد لروسيا ان هي تقدر تدخل من البحر المتوسط. وكمان النمسا حليفه لالمانيا اللي هي عدوه روسيا، فروسيا كانت لازم ترد وتدعم صربيا في الوقت ده. فصربيا رفضت شروط النمسا، وبعدها النمسا اعلنت الحرب على صربيا، فراحت روسيا حركت جنودها على الحدود، وكانت بغرض تقريبا استعراضي بس مش اكتر، يعني ما كانوش متوقعين انهم فعلا ممكن يدخلوا حرب. فراحت المانيا اعلنت الحرب على روسيا اللي بتحرك جنودها وبتقرب منها اكتر واكتر. مش بس كده كمان، لا ده المانيا كمان راحت اعلنت على فرنسا الحرب وفتحت جبهتين في نفس الوقت. فانجلترا راحت اعلنت الحرب على المانيا، والمانيا طبعا انضم لها ايطاليا. طبعا دلوقتي انت بقيت فاهم ان اللي احنا بنتكلم فيه ده كله هو الحرب العالميه الاولى. Brian, the things are something different.
في نهايه الحرب دي بقى انهارت الامبراطوريه العثمانيه واتهزمت النمسا والمانيا وانفصل السلاف عن الامبراطوريتين، ولكنهم لقوا ان هم مجموعه دول صغيره جدا ضعيفه ما عندهمش اي قوه عسكريه، وعاجلا ام اجلا النمسا تقدر تحتلهم تاني. فالدول دي قررت ان هي تتحد مع صربيا وكونوا مملكه واحده اسمها مملكه الصرب والكروات والسلوفينيين. وبعدين في مناطق تانية قررت ان هي تنضم للمملكه دي، وطبعا بسبب بشاعه الاسم اللي كلنا شايفينه المملكه الصربيه دي الى اخره يعني، قررت ان هي تغير الاسم وبقى اسم المملكه الجديد يوغوسلافيا. ويوغوسلافيا دي كلمه بتتكون من شقين، يوجو معناها الجنوب وسلافيا معناها ارض السلاف. واستمرت الامور كده لحد سنه 1941 لحد ما المانيا بقياده هتلر ضغطت على يوغوسلافيا واجبرتها تنضم لدول المحور. ولما الملك وافق على انضمام لدول المحور الشعب طبعا اعترض على الموضوع ده وقام ضده بثوره مسلحه وعمل انقلاب عليه هو وحكومته، وده خلى هتلر يغزو يوغوسلافيا. وهتلر عمل حاجه خبيثه جدا، هتلر ادى لكرواتيا دوله شكليه اسمها الدوله المستقله الكرواتيه، وعين حكومه هناك كانت بتمارس اباده جماعيه ضد اليهود والصرب الارثوذكس. وده لان زي ما قلنا الكروات كانوا كاثوليك، فكانوا مختلفين في الدين مع الصرب الارثوذكس مع اليهود. فصربيا بقى ظهر فيها ميليشيات بتحاول تنتقم من اللي حصل للصرب، فانتقموا من الكروات ومعاهم المسلمين كمان لحد ما ظهر جوزيب بروز تيتو. وجوزيب تيتو قدر في الاخر ان هو يطرد الالمان وحرر يوغوسلافيا ووحدها تاني من جديد، وحول مملكه يوغوسلافيا للجمهوريه اليوغوسلافيه الفيدراليه الاشتراكيه سنه 1945. يوغوسلافيا اللي كانت نظريا دوله واحده، ولكن تيتو بنفسه وصفها بانها دوله عندها مجموعتين من الحروف الابجديه، 3 لغات، 4 ديانات، 5 قوميات، 6 جمهوريات، محاطه ب7 دول، وعندها 8 مجموعات اقليات عرقيه. اعتقد كلنا دلوقتي قادرين نشوف الموضوع رايح لفين. والوضع ده فضل مستمر عامه لحد 1980 لحد ما تيتو مات، وبمجرد موته رجعت كل الحروب الاهليه تاني من جديد، خصوصا مع الديون الكتير ومع ظروف الحياه الصعبه دي كلها. وبدات كرواتيا في محاولات الانفصال عن صربيا لحد ما بنوصل لسنه 1985 في وسط الحرب الاهليه في زودار على الساحل الكرواتي. كانت كرواتيا جزء من يوغوسلافيا في مكان بعيد نسبيا عن الصراعات، ولكن في الاخر قدروا يوصلوا للمكان ده بعد سنه 1991 لما تفككت يوغوسلافيا ل7 دول، وده كان بعد سقوط الشيوعيه طبعا الصرب كانوا هم اكبر واقوى دوله في المملكه كلها، وحاولوا الصرب يعملوا صربيا الكبرى اللي هي الوريث الشرعي ليوغوسلافيا، وحاولوا يضموا الكروات ليهم من جديد. والحاجه بتاعت الصرب في الوقت ده ان كان في اقليه صربيه موجوده في كرواتيا بتتعرض للاضطهاد تاني وللاباده زي ما حصل قبل كده قبل الحرب العالميه الثانيه. وصربيا قدرت تشعل حرب اهليه في كرواتيا. كرواتيا كان فيها مجموعتين من الناس، اول مجموعه كانت الكروات المؤيدين لاستقلال كرواتيا، وكان في كمان كروات من اصول صربيه او عامه كروات مؤيدين لانضمام كرواتيا لصربيا. وطبعا المجموعه دي كانت اقليه، ولكن الاقليه دي كانت مدعومه من صربيا اللي هي كانت اقوى بكتير من كرواتيا. لوكا كان طفل عنده 6 سنين بيرعى الغنم مع جده ده بالمناسبه كان اسمه لوكا مودريتش، واللي لوكا مودريتش اتسمى على اسمه اصلا. وفي يوم لوكا الجد كان راجع بيته من المزرعه، ولكنه قابل ميليشيات صربيه قتلته وحرقوا البيت بتاع مودريتش بالكامل. وفي وقت ما كان بيتهم بيتحرق مودريتش واسرته كانوا مستخبيين في البودروم لحد ما الصرب مشي، وقدر مودريتش واسرته يهربوا لفندق اسمه كولوفار، وده كان فندق متواضع جدا في مدينه زادار، وعاش فيه مودريتش واسرته كلاجئين. عاش مودريتش في ظروف صعبه جدا في الفندق ده، مفيش فلوس ولا اكل ولا امان، وطول الوقت كان في قصف حوالين المدينه وحوالين الفندق. ولوكا ما كانش بيعمل اي حاجه في حياته غير ان هو بيلعب كوره في جراج الفندق. طبعا ده كله كان بيحصل وسط الحرب الاهليه وسط اصوات القذائف والانفجارات اللي طول الوقت موجوده، ولكن ده خلى مودريتش طفل هادي مش بيتاثر بسهوله وعنده قدره ذهنيه قويه. واسره مودريتش كانوا بيشتغلوا اكتر من وظيفه لتوفير الحد الادنى من متطلبات الحياه لاطفالهم، واستثمروا كل وقتهم وفلوسهم في اطفالهم بالذات لوكا مودريتش. ولحسن حظ مودريتش كان في اكاديميه قريبه من الفندق، اكاديميه زادار، بس مدربين الاكاديميه رفضوا مودريتش لان كان جسمه صغير جدا وشكله ضعيف. ولكن واحد من المدربين هناك في الاكاديميه دي كان اسمه تومسلاف بايتش، قال انه مستحيل يقدر يرفض لاعب كره لازقه في رجله بالطريقه دي وشكله عنده موهبه كبيره قوي. ولوكا كان فقير جدا لدرجه ان مدربه بايتش كان بيحكي ان هو ما كانش معاه فلوس يشتري لبس كوره، وان ابوه كان بيصنع له المعدات اللي المفروض يلبسها زي الشين جارد كان بيعملوا له من الخشب. وبعد فتره لوكا جاله اول فرصه حقيقيه، نادي هايدوك، وسافر لوكا واسرته للمدينه الجديده، وده بيبين قد ايه اسرته كانت بتدعمه. وقتها كان عنده 10 سنين بس، سنه 1995. ولحسن حظه دي كانت السنه اللي انتهت فيها الحرب الاهليه. وبعد فتره في الاكاديميه مودريتش اترفض تاني، والمدربين هناك قالوا ان هم مش شايفين ان الطفل ده ممكن يوصل لاي حاجه في الكوره. ولكن المره الثانيه بيتدخل بايتش، الراجل اللي شايفه ان هو اهم حد في حياه مودريتش تقريبا، لان هو كان شايف ان مودريتش عنده موهبه كبيره قوي ما ينفعش تضيع بالطريقه دي. وخد مودريتش وقتها ووصله بوكيل اللاعبين سترافجو ماميتش. فاكرين بقى الراجل ده اللي مودريتش شاهد معاه في المحكمه؟ ماميتش وقتها كان وكيل للاعبين الشباب في كرواتيا، وكان بيسيطر تقريبا على نادي دينامو زاجرب. وماميتش ضم لوكا للاعبين بتوعه وقتها وخلاه يمضي اول عقد احترافي ليه وهو عمره 15 سنه، والعقد ده كان مع دينامو زاجرب. بدا مودريتش فريق الشباب في دينامو زاجرب، ولكن المدربين ما اقتنعوش بيه، ونادي دينامو ارسله في اعاره لنادي زيلينسكي موستار في الدوري البوسني، واحد من اكتر الدوريات العنيفه في اوروبا.
والكل توقع ان مودريتش هيفشل في الدوري البوسني لانه اكتر دوري بدني تقريبا في المنطقه، ولكن في مفاجاه كبيره مودريتش كسب افضل لاعب شاب في الدوري وانقذ فريقه من الهبوط وحقق معاهم المركز ال11 في الدوري. بالمناسبه اي لاعب بيتم ارساله للدوري البوسني بيكون بس عشان اللي هو النادي يتخلص منه. المهم بعد اللي حصل ده وبعد اللي مودريتش قدر يوصل له، دينامو زاجرب تقريبا اقتنعوا بيه، فقرروا ان هم يرسلوه اعاره بقى حقيقيه المره دي في الدوري الكرواتي لفريق اسمه انتر سابرزيتش. فريق مش كبير طبعا في كرواتيا، فريق ضعيف يعني عامه، وكان بيصارع على الهبوط في المواسم اللي قبلها، ولكن كان هيضمن لمودريتش مكانه اساسيه. ومودريتش في السنه دي قدر يكسب افضل لاعب شاب في الدوري الكرواتي. والحاجه الغريبه ان الفريق اللي مودريتش راح له ده اللي كان المفروض ان هو ضعيف قدر يوصل للمركز الثاني في فترات كتيره في الموسم، على عكس دينامو زاجرب اللي كان فعلا بيصارع مع الهبوط في الموسم ده وكان عنده موسم سيء جدا. ومودريتش خلص الموسم في مركز اعلى من المركز بتاع دينامو زاجرب. وفي نهايه الموسم بتاع الدوري الكرواتي ده مودريتش قبض اول مرتب حقيقي دي 10000 يورو، وبالمرتب ده مودريتش اشترى لاسرته بيت في زادار. وفي الموسم الجديد مودريتش رجع دينامو زاجرب وبقى لاعب اساسي هناك. وفي نفس الفريق ده على فكره كان معاه ديان لوفرين، ماريو مانزوكيتش. وطبعا مودريتش مع دينامو زاجرب قدر يكسب الدوري في 3 مواسم متتاليه. دينامو اللي كان بيعاني في الموسم اللي قبله وعاش اسوأ موسم ليه تقريبا. ولكن ده يورينا قيمه مودريتش في مراحله حتى في البدايه. يعني في ناس كتير بتقول ان مودريتش بقى لاعب كويس في مرحله متاخره من عمره، ولكن في الحقيقه لا، هو مودريتش من اول يوم باين ان هو لاعب كبير جدا. ومودريتش استمر بدينامو زاجرب واستمر في الفوز بالدوري وكل البطولات تقريبا في كرواتيا لحد سنه 2008. في السنه دي كل انديه اوروبا كانت بتتواصل مع مودريتش زي برشلونه وارسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي، ولكن مودريتش رفض ان هو يروح الفرق الكبيره دي، قرر ان هو يروح نادي اصغر شويه يضمنه اللعب بشكل اساسي بعيد عن الضغوطات، لان هو كان لسه لاعب شاب خارج من ظروف صعبه زي ما كلنا شفنا، فمش هيبقى كويس ان هو يروح لضغط الانديه الكبيره. وفي الفتره دي دانيال ليفي رئيس توتنهام سافر بنفسه ولعب دور كبير في توقيع الصفقه، لان هو قدر يقنع مودريتش بنفسه شخصيا ان هو يوقع مع توتنهام. ومودريتش قال لاحقا على فكره على الموضوع ده ان هو من ضمن اسباب اختياره لتوتنهام اللي احنا قلناها ان هو كمان دانيال ليفي اقنعه ان هو يكون لاعب اساسي في الفريق وان هم بيعملوا مشروع قوي. بالمناسبه توتنهام في الفتره دي كان لسه فريق بيتبني، يعني حاجه كده زي جيرونا او برايتون، او يعني بلاش جيرونا الموسم ده بس فاهمين قصدي، يعني ما كانش لسه فريق كبير ولكن فريق طموح عنده مشروع. المهم وقع مودريتش مع توتنهام ب 16.5 مليون يورو، وده كان اغلى لاعب في تاريخ توتنهام وقتها. في بدايه الموسم مودريتش كان بيعاني من اصابه في الركبه، وبدايته كانت صعبه عامه مع توتنهام. كان من ضمن اسباب البدايه الصعبه دي ان هو كان بيلعب صانع العاب في الفريق، هو نفس مشكله بدري تقريبا دلوقتي، ان هو كان المفروض يلعب ورا شويه بس هو لاعب عنده كل الامكانيات والمهارات اللي تخليه يلعب في المركز رقم 10، لكن هو بيكون احسن بكتير في مركز رقم 8. والفريق عامه نفسه كان في بدايه صعبه، فلك ان تتخيل ان توتنهام كسب مباراه واحده في اول 10 مباريات في الدوري. ونتيجه للبدايه الكارثيه دي لتوتنهام تم اقاله المدرب خوان دي راموس من تدريب توتنهام وتعيين هاري ريدناب. وريدناب رجع مودريتش مركزه المفضل، لاعب وسط متاخر شويه، وبنى الفريق كله حوالين لوكا مودريتش، وده طبعا كان ليه تاثير كبير على توتنهام. وتوتنهام اللي ما كانش كسب غير مباراه واحده في اول 10 جولات في الدوري الانجليزي، في ال10 مباريات التانيين مع هاري ريدناب ما خسرش غير مباراه واحده بس تقريبا. في الموسم اللي بعده مودريتش كان مبهر اكتر بكتير، وكان باين فعلا ان هو بيتطور. حتى هاري ريدناب مدربه قال عنه ان هو حلم كل مدرب، بيتدرب طول الوقت ما بيرتاحش خالص ومش بيشتكي ابدا، وان مودريتش يقدر يلعب في اي فريق من فرق القمه. كان يقصد في القمه دي فرق التوب 4 في الدوري الانجليزي. ومع نهايه الموسم فعلا مقوله ريدناب ان مودريتش يقدر يلعب لاي فريق من فرق التوب 4، توتنهام نفسه بقى فريق من فرق التوب 4 مع مودريتش، وانهى الدوري في المركز الرابع، ودي كانت اول مره تحصل من 21 سنه تقريبا مع توتنهام، وتاهل لدوري الابطال. وفي الموسم ده جاريث بيل كسب افضل لاعب في الدوري الانجليزي، ولكن في توتنهام نفسها مودريتش كسب افضل لاعب في الفريق. والسير اليكس فيرجسون علق على الموضوع ده، كان قال ان هو كان شايف ان مودريتش يستاهل ان هو يكسب افضل لاعب في الدوري. وفي الصيف اللي بعد الموسم ده سير اليكس حاول يوقع كتير جدا مع لوكا مودريتش، ولكن للاسف ما عرفش. وفي الصيف ده كمان مودريتش كان عنده عروض تانية كتير من فرق كبيره زي برشلونه وتشيلسي وارسنال ومانشستر يونايتد وسيتي. مودريتش حس ان هو جاهز لخطوه اكبر، وكان بالفعل عايز يخرج من توتنهام في الموسم ده، ولكن توتنهام رفضوا كل العروض اللي جات لمودريتش واجبروه على الاستمرار. ومودريتش كان متضايق من القرار ده، وحتى حاول يعني كتير ان هو يصرح في الصحافه ان هو عايز يخرج، رفض ان هو يلعب اول مباراه في الدوري، ولكن يعني في الاخر ان هو استمر مع توتنهام غصب عنه. والموسم ده بسبب الدراما اللي حصلت في اوله مودريتش ما قدمش موسم كويس ولا توتنهام عامه، عشان يوافق توتنهام في الاخر على عرض ريال مدريد اللي ب 30 مليون يورو. بالمناسبه يعني مودريتش جاله عروض اكبر بكتير في الصيف اللي توتنهام رفض يبيعه فيه، زي 40 مليون من تشيلسي، وتقريبا كان في عرض اكبر كمان من برشلونه في الموسم ده. بس ما علينا، يعني المهم ان مودريتش انتقل لريال مدريد في الاخر. وفي اول موسم مع مدريد مودريتش ما تاقلمش كويس، في نص ملعب كان بيتكون من سامي خضيره، تشابي الونسو، ومسعود اوزيل، ومودريتش اضطر ان هو يلعب بره مركزه مره ثانيه. ومع تصدر برشلونه بفرق 16 نقطه في يناير، صحيفه ماركا اختارت مودريتش كاسوأ صفقه في الموسم. وبعد نص الموسم الاول الصعب مودريتش قدر يقلب الترابيزه ويقدم نص موسم ثاني قوي جدا، وانهاه كواحد من افضل لاعبين ريال مدريد. حتى مورينيو في نهايه الموسم قال عنه ان مودريتش لاعب لا يخطئ، ذكي متواضع وبيخلي الفريق كله احسن من حواليه. وبالمناسبه مورينيو من اول يوم لتوقيع مودريتش كان بيقول ان اللاعب ده محتاج بس الصبر، وكل جمهور ريال مدريد هيقع في حبه، ولكن بس هو محتاج شويه وقت وتقدير اكتر. مورينيو على فكره كان بيدعم مودريتش جدا وكان متاكد من موهبته، ولكن الانطلاقه بتاعت
مودريتش الحقيقيه جت في الموسم اللي بعده اللي كانت مع كارلو انشيلوتي في 2013 2014. في الموسم ده لوكا مودريتش كسب مع ريال مدريد كاس ملك اسبانيا ضد برشلونه، طبعا كلنا فاكرين المباراه دي، وكمان كسب دوري ابطال اوروبا وقدر يصنع هدف تعادل بتاع سيرجيو راموس في الدقيقه 92، ويمكن ده كان اهم هدف لريال مدريد في القرن ال21. المهم بعد الموسم المبهر لمودريتش ده ما ترشحش للبالون دور، وفي الموسم الثاني مع كارلو انشيلوتي مودريتش تعرض لاصابه وغاب بسببها 4 شهور، ونتيجه لكده عشان نعرف اهميه مودريتش ريال مدريد خرج بموسم صفري. وفي اصوات كتير بالفعل، الصحافه اللي كانت بتقول على مودريتش ان هو اسوأ صفقه في الموسم كانوا بيقولوا ان مودريتش اهم لاعب في منظومه ريال مدريد، وان غيابه كان مؤثر جدا، كان هو السبب الاساسي في خساره كل البطولات. وبعد الموسم الثاني لانشيلوتي اللي كان صفري مع ريال مدريد اقيل وتعين مكانه رافا بينيتيز، ولكن زي ما كلنا عارفين رافا بينيتيز ما نجحش مع ريال مدريد وتم اقالته بسرعه، وتعين بعده زين الدين زيدان. وزيدان حاله زي حال كل المدربين اللي قبله، كان بيقدر مودريتش جدا وكان شايف موهبته، وحتى صرح عنه في البدايه ان هو لاعب عبقري، هو عقل الفريق وقلبه ولا يقدر بثمن، وان من غير مودريتش مستحيل زيدان يقدر يلعب بالطريقه اللي هو عايزها. وفي نهايه الموسم فاز ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا مع زيدان، ومودريتش اخيرا ترشح في قائمه الكره الذهبيه ودخل تشكيله الموسم في اوروبا لاول مره تقريبا. وفي الموسم الثاني كسب ريال مدريد الدوري ودوري الابطال، ومودريتش كسب افضل لاعب وسط في البطوله، واحتل المركز الخامس في البالون دور، اعلى مركز لمودريتش لحد دلوقتي في مسيرته. بدا موسم 2018 بكاس العالم للانديه اللي كسبه ريال مدريد، ومودريتش خد افضل لاعب في البطوله. وفي السنه دي قدر كمان مودريتش يصعد بكرواتيا لبطوله كاس العالم، وقبل كاس العالم فاز ريال مدريد بدوري الابطال الثالث على التوالي. وفي الفتره دي بقى كان في مشكله كبيره في كرواتيا وقتها. فاكرين ماميتش اللي احنا قلنا عليه اللي هو الوكيل اللي دخل مودريتش لدينامو زاجرب واتكلمنا عنه في اول الفيديو؟ ده كان من اكتر الشخصيات المثيره للجدل في كرواتيا وعليه اتهامات كتير بالفساد. ماميتش عمل كل حاجه عشان يقدر يوصل للسيطره على الكره الكرواتيه، نصب على لاعبين شباب، تلاعب بنتائج المباريات، رشاوي، فساد، وتهرب من الضرائب، وكل حاجه تقريبا ممكن تتخيلها. وماميتش كان معروف بكل ده في كرواتيا، وكان مكروه من كل الكروات لدرجه انه تعرض لعمليه الاغتيال اللي احنا قلنا عليها ونجا منها. وبعد سنين كتير من الفساد اخيرا تم توجيه تهم لماميتش. التهم دي كان منها اختلاس الملايين من الدولارات وتوقيع عقود جانبيه غير قانونيه مع اللاعبين الشباب بتوعه. ومودريتش طبعا كان واحد من اللاعبين بتوعه واستدعي في المحكمه كشاهد بسبب صفقه انتقاله لتوتنهام. مودريتش لما مضى اول عقد ليه مع دينامو زاجرب كان العقد بتاعه فيه 1000 يورو شهريا لمده 10 سنين، وطبعا ده عقد قليل جدا وقتها. وفي صفقه انتقال مودريتش لتوتنهام اللي كانت ب 16.5 مليون يورو، ماميتش خد 10 مليون كاملين في جيبه. ومودريتش كان طالع وقتها في الاعلام وصرح انه بالفعل مضى عقد جانبي مع ماميتش وقال كل التفاصيل يعني بتاع الموضوع، ولكنه لما راح المحكمه كشاهد تراجع عن كل الكلام اللي كان قاله ده. وماميتش بعد القضيه دي اتحكم عليه ب6 سنين في السجن، ولكنه قدر يهرب بره كرواتيا خالص وما اتسجنش ولا يوم تقريبا. ومودريتش كمان اتوجه له تهمه شهاده زور وتم الحكم عليه ب5 سنين سجن، ولكن الحكم ده ما اتنفذش طبعا، وكان فيه لسه استئنافات كتير. والقضيه طبعا فضلت شغاله. نتيجه القضيه دي وعلاقته بماميتش، مودريتش اتحول من اكتر لاعب محبوب في كرواتيا لاكتر لاعب مكروه فيها كلها. وبدا كاس عالم 2018. في كاس العالم ده كرواتيا وقعت في مجموعه فيها الارجنتين وايسلندا ونيجيريا، ولان الدراما دي كلها كانت شغله كل الناس تقريبا في الفتره دي، فقبل المباراه الاولى في كاس العالم في صحفي سال مودريتش عن رايه في القضيه وفي كل اللي بيحصل ده عامه يعني. فمودريتش اتعصب جدا وقال له انت ما عندكش سؤال اذكى تساله. والكل كان متوقع ان بسبب العصبيه بتاعت مودريتش في الرد والكلام ده كله ان هو متاثر جدا بالموضوع ده، وان اداؤه هيكون سيء جدا في البطوله. مودريتش قدم دور مجموعات قوي جدا. في المباراه الاولى انتصرت كرواتيا على نيجيريا بنتيجه 2-0، ومودريتش سجل هدف وقدم مباراه كبيره. وفي المباراه الثانيه مودريتش سجل هدف من بره منطقه الجزاء ضد الارجنتين وقاد كرواتيا للفوز عليهم 3-0. وطبعا كرواتيا ضمنت التاهل بعد المباراه الثانيه دي، وكمان كسبوا المباراه الثالثه وخرجوا من المجموعه ب9 نقط. وفي دور ال16 كرواتيا لعبت ضد الدنمارك، وجه لكرواتيا ضربه جزاء في المباراه ولكن مودريتش ضيعها. ولكن بعد تضييع ضربه الجزاء مودريتش ما تاثرش قوي وكمل المباراه بشكل كويس، وكرواتيا تعادلت مع الدنمارك ولعبوا ركلات ترجيحيه، وقدرت كرواتيا تتاهل لدور الثمانيه عشان يلعبوا روسيا وقتها. منتخب روسيا اللي كلنا اكتشفنا بعدها ان لاعبيه بياخدوا منشطات، ولكن كرواتيا قدرت تنتصر على روسيا في ركلات الترجيحيه وتاهلت لنص النهائي. وفي الدور نص النهائي واجهوا منتخب انجلترا. طبعا مودريتش كان اهم لاعب في الملعب في المباراه دي، وقدرت كرواتيا تتاهل للنهائي بعد ما كسبوا في الوقت الاضافي 2-1. وتاهلت كرواتيا لنهائي كاس العالم، واللي كانت اول مباراه نهائيه في تاريخ كرواتيا. وطبعا كان خصمهم منتخب فرنسا، يعني كلمه متكامل قليله عليه. طبعا زي ما الكل كان متوقع كرواتيا خسرت المباراه النهائيه بنتيجه 4-2، ولكن ده ما منعش مودريتش ان هو يكسب افضل لاعب في البطوله. والسنه اللي كانت صعبه نسبيا على مودريتش بره الملعب انتهت بنهايه كويسه، لان في ديسمبر تم اسقاط جميع التهم عن لوكا مودريتش. وكمان بعد اسقاط التهم دي مودريتش كسب افضل لاعب في العالم كاول لاعب يكسب البالون دور في فتره رونالدو وميسي. والبالون دور اللي كسرت هيمنه ميسي ورونالدو دي كانت جدليه جدا، ولكن اعتقد ان هي كانت تتويج كويس لمسيره مودريتش، سواء استحقها او لا مش مهم. ويمكن الشهر ده كان احسن شهر في حياه مودريتش تقريبا. وبعد تتويجه بالبالون دور قال مودريتش ان بعد كل انجاز بيجيله ذكريات من الحرب من طفولته،
وما بيقدرش يوقف تفكير في جده اللي كان بيتمنى ان هو يكون موجود عشان يتفرج عليه وهو بيحقق الحاجات دي كلها. استمر مودريتش في اللعب مع ريال مدريد وقدر يكسب دوري الابطال الخامس والسادس ليه في اخر الثلاثينات في خلال مسيرته المستمره لحد النهارده، وكمان بعد انتقاله لميلان وبقى واحد من افضل اللاعبين في الدوري الايطالي. ويعني حاجه غريبه بصراحه، بس ما علينا، نعملها فيديو تاني دي. المهم مودريتش كسب مع ريال مدريد 4 دوري اسباني، 6 دوري ابطال، 2 كاس ملك اسبانيا، 5 مرات كاس السوبر الاسباني، و5 مرات كاس السوبر الاوروبي، و6 بطولات كاس العالم للانديه. وبعدين زاجرب قدر يكسب الدوري الكرواتي 3 مرات و2 كاس كرواتيا. طبعا مع توتنهام مش محتاجين نقول يعني. طبعا دي مسيره كبيره لواحد من افضل لاعبين الوسط في التاريخ. مش عايز اخلي الفيديو ده فيه مقارنات مع تشافي وانيستا يعني واي لاعب وسط تاني عامه، والهدف من الفيديو مش كده، ولكن بصراحه لقيت قصه مودريتش مختلفه. في لاعبين كتير بيجوا من خلفيات فقيره، او تقريبا معظم لاعبين الكوره بيجوا من خلفيات فقيره، لكن صعب جدا تلاقي لاعب جاي من ظروف زي مودريتش جه منها، ظروف حرب وان هو كان لاجئ. ولكن المهم من قصه مودريتش بعيدا عن توجهاته بره الملعب طبعا، ان اي حد ممكن يوصل لاي حاجه لو اجتهد كويس ودخل في حاجه هو بيحبها وحاجه صح يعني. ويمكن الجمله اللي خلتني ادور على قصه مودريتش كلها من الاول هي لما صاحبي ساله انت حكيت لاطفالك عن قصه طفولتك؟ فرد مودريتش كان لا، مفيش داعي لكده، وكان عندي فضول بصراحه اعرف ايه القصه دي وقتها. واخيرا زي ما قال مودريتش، ما تعيطش عشان الرحله انتهت، ولكن ابتسم عشان الرحله حصلت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك الفيديو الجاي. شكرا على المشاهده، سلام.